أكلة النهاردة أنا سميتها طاجن المستعجلين علشان بنحط كل المكونات في طاجن واحد، وكمان ما بنستخدمش مواعين كتير، ما بنقفش فترة طويلة في المطبخ. أكلة سهلة وسريعة وفي نفس الوقت طعمها حلو. يلا نشوف المكونات والطريقة بتاعتنا. في طاجن هنزل بكيلو من اللحمة، وممكن تستخدمي نص كيلو لو انت حابة. أهم حاجة إن احنا نقطع اللحمة قطع صغيرة علشان تستوي معانا كويس. هنزل عليها ببصلاية كبيرة متقطعة جوليان وفلفلتين أخضر كبار، وممكن تستخدمي فلفل ألوان لو انت حابة. ونزلت كمان بطماطماية كبيرة متقطعة شرايح. قلبت اللحمه مع الخضار كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هنزل بالبهارات. نزلت بمعلقه ونص صغيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ونص معلقه صغيره من بهارات اللحمه. نزلت كمان بمعلقه صغيره من السكر علشان الحموضه. ونزلت على الطاجن بكوبايه من الميه متدوب فيها معلقه كبيره من معجون الطماطم. حطيت كمان على وش الطاجن حتتين كده من الدهنه، والدهنه هتدي طعم حلو قوي للطاجن. غطيت بقى وش الطاجن بورق زبده، وغطيته كمان بورق فويل، وهدخله على فرن متسخن من قبل على اعلى درجه حراره. هيقعد في الفرن من ساعه ونص لساعتين على حسب درجه حراره الفرن بتاعتك. وهيطلع معايا بالشكل ده، اتحمر وخد وش من فوق. محتاجتش ان انا اشغل عليه الشوايه ولا اي حاجه، لكن لو انتي ما خدش معاكي وش ممكن تشغلي عليه الشوايه دقيقتين بس. قدمته مع شويه رز بالشعريه، مش قادره اقول لكم طعمه حلو قوي. الصوص والخضار اللي مع اللحمه طعمهم حلو قوي مع الرز، وكمان اللحمه شاربه من صوص الخضار ودايبه ومستويه كويس جدا، وطعمها في منتهى الجمال. جربوه، متاكده ان هو هيعجبكم.